اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة هكلمكم عن مكون طبيعي مهم جدا، لو اخدت منه بس نص ملعقة صباحا ومساء فانك بتحمي وبتعالج نفسك من اكبر مشكلة ممكن تواجهك، وهي مشكلة ارتفاع ضغط الدم. خليكم معايا لانها تكون حلقة مهمة جدا. علشان الدم والأكسجين يوصلوا لكل أجزاء الجسم بتاعتك علشان تشتغل وتقوم بكل الوظائف الطبيعية بتاعتها، فاللي بيحصل إن القلب بتاعك هو اللي بيضخ الدم ده، عن طريق إن القلب أول لما بيبدأ ينقبض بيندفع الدم في جميع أجزاء الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية. علشان كده كل مرة بينبض القلب فيها فهو بيخلق الضغط اللي بيخلي الدم ينتشر في جميع أجزاء الجسم. ولما أقول مشكلة ارتفاع ضغط الدم، يعني الضغط بتاع الدم اللي بيكون في الحالة الطبيعية بيكون أكتر من اللازم، أو بمعنى تاني بيكون أعلى من المعدل الطبيعي أو المعدل اللي المفروض يمشي بيه كل يوم وكل ساعة. وعلى فكرة بتعتبر مشكلة ارتفاع ضغط الدم من أكبر الأوبئة على مستوى العالم كله، وكل ما يعلى أو يزيد ضغط الدم فده ممكن يعرضك لمشاكل صحية تانية زي النوبات القلبية وأمراض القلب وكمان السكتة الدماغية. في أسباب كتير بقى ممكن تؤدي لارتفاع ضغط الدم، من أشهرهم الوراثة، يعني أنت تكون واخده وراثيا من أبائك أو من جدودك. كمان ممكن يكون بسبب سوء التغذية وسوء الاختيارات الصحية في الأكل بتاعك. وكمان عدد كبير جدا من الناس اللي عندها مشكلة السمنة عندهم مشكلة ارتفاع ضغط الدم، حتى كمان السيدات الحوامل، ولكن دي ليست قاعدة عامة. ان بتلاقي الدكتورة بتاعتك من اهم الحاجات اللي بتتابعها معاكي وهو ضغط الدم. من الحاجات المهمة جدا ان ضغط الدم لما بيرتفع مش بتظهر اعراض معينة حتى لما بيكون مرتفع بشكل كبير، لكن في بعض من الناس بتجيهم شوية من الاعراض، زي مثلا اوجاع بتكون خفيفة في الراس، او حالة من حالات الدوخة، او ممكن يحصل نزيف من الانف، والنزيف ده يكون بشكل اكتر من المعتاد. وحتى لو انت ما كانش عندك المشكلة دي قبل كده بتلاقي انها بدأت تطرق عليك. علشان كده المكون اللي هكلمكم عنه في حلقة النهاردة ما تاخدهوش بس لو كنت بتمر بمشكلة ارتفاع ضغط الدم، حتى لو ما كانتش ظاهرة عليك المشكلة دي فما فيش اي مشكلة انك تاخده، لانه هيفيد جسمك جدا عشان فوائده الممتازة، وعشان كمان هيعمل على وقايته من مشاكل ارتفاع ضغط الدم. العنصر اللي هتكلم عنه النهاردة هو احد التوابل العطرية المهمة جدا اللي عدد قليل قوي من الناس يعرفوا فوائدها الطبية، وهو الهيل او الحبهان او الكرداموم. الفايدة بتاعته بترجع لغناه بمضادات أكسدة قوية جدا اسمها الفلافونويدز. ده مش بس كده، ده كمان بيحتوي على عنصر البوتاسيوم الممتاز لصحة القلب، وبالتالي بيساعدك على استرخاء الشرايين في الجسم، وبيعمل كمان كمدر للبول لأنه بيساعد الجسم على إفراز السوائل الزايدة اللي موجودة فيه. وطالما الشرايين بدأت تسترخي فده بدوره بينعكس على ضغط الدم، سواء ضغط الدم الانقباضي أو ضغط الدم الانبساطي. والمعلومة دي مهمة جدا، إنك لو كنت بتمر بتوتر أو باكتئاب أو بتقلب الحالة النفسية والمزاجية، فالهيل بيساعد بشكل ملحوظ جدا في خفض مستويات التوتر والاكتئاب والقلق. ده كمان حتى الناس اللي عندهم مشاكل في الهضم وعندهم إمساك أو عندهم دايما انتفاخات، فإن الهيل بيساعد على حل معظم مشاكل الجهاز الهضمي. ده كمان بيحسن عملية الهضم، وده بينعكس على سهولة عملية الإخراج. 80 مريض أجروا عليهم دراسة إنهم أخدوا الهيل بشكل يومي لفترة من الزمن، وجدوا تغير ملحوظ جدا في محيط الخصر عندهم، ولقيوا إن هو ليه علاقة كمان بإنقاص الوزن. أنا عايزاك يوميا تاخد نص ملعقة صغيرة صباحا ونص ملعقة صغيرة منه مساء. طيب النص ملعقة دي هتستخدمها ازاي؟ ممكن تضيفها لطبق الفطار بتاعك، سواء مثلا لو كنت بتتناول الحبوب في الفطار او بتاخد مثلا الشوفان، فانت ممكن تضيف النص ملعقة دي للشوفان اثناء الفطار. كمان ممكن تحطه على السلطة بتاعتك، هيديها طعم قيم وهيرفع القيمة بتاعتها الغذائية، وفي نفس الوقت هتاخد الفايدة بتاعتك منه. او ممكن لو انت مش عايز
عايز تستخدمه على السلطة تستخدمه على الزبادي. وهديك برضو اختيارات تانية علشان ما تحسش ان الموضوع محدود. ممكن تضيفه على السوائل اللي انت بتشربها اثناء اليوم، سواء الشاي العادي او الشاي الاخضر او اي مشروب عشبي بتشربه اثناء اليوم. عايزاك تحطه مرة الصبح ومرة بالليل. خد بالك اني مش عايزاك تكسل في الموضوع ده، لان زي ما بقول لكم ارتفاع ضغط الدم حتى لو مش ظاهر عليك اعراض فهو اصلا يعتبر مرض صامت بتظهر اعراضه في المراحل المتقدمة، ولما بتظهر مع الاسف ممكن يجر معاه اعراض خطيرة تانية. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد منها يستفاد، وما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب في القناة وفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوز اللي هقدمها اول باول. وفي النهاية بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. باي باي.